السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حلوياتي وحبيباتي، عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. تعالوا نشوف النهاردة انا فين. انا عند الصعيدي في محطة الرمل. هنعمل ايه؟ هنشتري تورتايه، طبعا حكم القوي على الضعيف. قبل مسا عايزة تورتايه. عيد ميلادها طبعا عدى في المصيف، كان المفروض هو ميعاده في المصيف، فبما ان احنا في مصيف ومشغولين ومش فاضيين، انا كل مرة صراحة بعمله لها في المصيف، بس السنه دي عشان انا تعبانه شويه فمش قادره ان انا اعمله، فعملناه عائلي كده اسري صغنن. وجبنا تورتايه من عند الصعيدي، وقفنا بقى ننقي ونختار، وبصراحه كل الاشكال مغريه، ناخد دي لا طب نسيب دي وناخد دي. المهم انا عندي ولادي بيحبوا الكريمه، فاستحاله ان هم هياخدوا واحده شوكولاته. انا كان عيني على اللي هي شوكولاته خالص، اللي هي عليها المالتيزر دي، فقلت لهم ناخد شوكولاته خالص فما وافقوش، فاضطرينا ان احنا ناخد واحده نص ونص. طبعا انا كل سنه بعمل لها التورتايه دي، بتاعت السنه اللي فاتت على طول كنت عاملاها لها كبيره شويه، كانت نص ونص، نص عملته مانجا ونص عملته شوكولاته كده زي ما انتم شايفين. برضو حبيت اوريها لكم. خدنا بقى التورتايه، خدناها نص ونص، هتشوفوها معايا. ولقيت بقى قدامه كده على الرصيف ولد كده بيبيع شمع، فخدنا منه شمعة رقم 8، مثلا عندها 8 سنين. ويا رب العمر كله في سعادة وهنا، وكل سنة وهي طيبة، وربنا يبارك فيها ويحفظها ويجعلها من الصالحات. المهم احنا قدام الصعيدي اهو في محطة الرمل. هنروح فين طيب؟ هنروح نقعد على البحر في المنظرة. هما الولاد بيحبوا يقعدوا هناك لان في دي جي، فبيبقى القعدة يعني ايه الى حد ما لذيذة. هنقعد هنا في المكان ده زي ما انتم شايفين. الشاطئ ده اسمه ذا بيتش. رسوم الدخول بتاعته 25 جنيه من 8 مساء لحد 2 الصبح يعني. المهم دخلنا، طبعا كان في مناحة ان ناسا مش عايزة تقعد على الرملة، بس احنا خلاص جينا ودخلنا وقعدنا، فخلاص مش هينفع نغير المكان. قعدت بقى تعيط وبوزها ملوي، طبعا شفته في الفيديو اللي قبل ده. كانت مقموصة وكنا عاملين بقى نصالحها وخلاص ومعلش، طب المرة دي المرة الجاية هنعملولك بقى ايه في الحتة اللي انت عايزاها. هنا زي ما انتوا شايفين كده بقى في دي جي، تبقى القعدة حلوة ورايقة وهادية. ده شاطئ قوات مسلحة، فكل الناس اللي موجودة عائلات وأسر، فالجو بيبقى حلو كده زي ما انتوا شايفين. كنت قاعدة بقى أنا هنا. لسه بقى داخلين من شوية، يعني جينا متأخر، وصلنا حوالي 8:30 تقريبا. فالجو حلو، الأغاني بقى شغالة وكله تمام. وبعدين انا كنت جيت على نفسي وجبت لهم بيبسي، مع ان انا ما بحبش البيبسي، بس جبت لنفسي اللي هو الشويبسي يوسفي، عشان انا ما بشربش بيبسي خالص، ف برضو ايه مش هنسى نفسي. المهم فتحنا بقى التورتايه، حطينا الشمعة، استعدينا بقى لان كان في ايه اغنية عيد ميلاد هابي بيرث داي تو يو، فمستنيينها، فعمالين بقى نحايل فيها عشان نفكها، يا ستي معلش ومش عارف ايه، والجو هنا حلو والدنيا هوا والحياة حلوة، مفيش. المهم احنا بقى مستنيين الأغنية بقى تشتغل عشان نبدأ عيد ميلاد. نولع الشمعة، هي قاعدة جنبي اهي، بس ايه ملوية مش شبه الناحية التانية، وحاجة بقى ايه مش قادرة اقول لكم. يعني اللي مخلف بنات عارف ومجرب، يعني عارف قمصان البنات، غير الولاد. يعني انت الولد ممكن تعملي له اي حاجه وبعد شويه ولا كانك عملتي له حاجه، هو نسي خلاص. انما البنات فظيعه بصراحه، ربنا يهديهم ويصلح حالهم. المهم ولعنا الشمعيه بقى، والاغنيه كانت ابتدت تشتغل، والهوا عمال يزودنا في الشمعيه. هي بقى ابتدت ايه، شافت الشمعيه مولعه وفي اغنيه، فابتدت واحده واحده بقى ايه بتفك كده. فانا جيت برضو هديتها خوفتها، قلت لها بصي انا اللي هنفخ بقى الشمعيه دي. فايه راحت قايمه عليا، كانت هتاكلني. المهم نفخت الشمعيه وضحكنا بقى، فخلاص فكت يعني، فربنا يهدي والله. وخلاص عدى العيد ميلاد كده على خير، عقبال بقى السنين اللي جايه. وده كان فيديو النهارده، فيديو العيد ميلاد، حبيت بس اوثقهولها يعني عشان يبقى ذكرى ليها فيما بعد. اعملوا بقى لايك وشير، وبحبكم كتير كتير، والسلام عليكم.